فيلمنا بيبدأ بشيرمان، وده مدرس علوم وزنه زيادة حبتين، والطلبة بتوعه بيحبوه وبيحترموه. وفي يوم من الأيام بيعمل كارثة في الجامعة كلها، وبيدوس بجسمه بالغلط على زرار خلى كل فران التجارب كلها تهرب من المعمل وتنتشر في الجامعة، لدرجة إنها بتدخل جوه هدوم الطلبة وجوه أكلهم، وبتعمل مشاكل كتير جدا في الجامعة. ولما بيطلبوا المدير بتاعه علشان يقعد معاه ويتكلموا، بيعتذر شيرمان عن اللي عمله، وبيلم الدنيا وبيروح لأكتر فار مفضل عنده، واللي بيختبر عليه التجارب بتاعته. والفار ده اسمه شيلي، وبيكون هو كمان تخين زيه وبيفكروا بنفسه. وشيرمان والفريق بتاعه بقالهم فترة بيعملوا عليه تجربة بترجع تبني الحمض النووي بتاع الناس اللي وزنهم زيادة شوية من أول وجديد، علشان يقدروا يخسوا بسرعة وسهولة. ولما جربوا المحلول ده على الفار شيلي، بيلاقوه فعلا خسر وزنه شوية، وده بيثبت إن المفعول اللي اخترعوه شغال. وعلشان يعرفوا أكتر عن المحلول، جايسون مساعد شيرمان في المعمل بيفكر إنهم يزودوا جرعة شيلي، لكن شيرمان بيكون حاسس إن ده فيه خطورة على الحيوانات. وبعد شوية شيرمان بيروح لمكتب العميد علشان يتناقش معاه في موضوع الحادثة اللي حصلت. وشيرمان بيعرف ان معمل العلوم بسبب الحادثة خسر اغلب التبرعات بتاعته، بس في امل ان هارلين المتبرع الاخير للجامعة انه يتبرع ب10 مليون دولار. والعميد بيحذر شيرمان من التبرعات اللي بيعملها، وانه لازم يكون حذر لانهم ناقصين يخسروا المتبرع الاخير هم كمان. وفي وقت المحاضرة بطن شيرمان الكبيرة بتمسح كل اللي مكتوب على السبورة، والطلبة بيقعدوا يتريقوا عليه، وهو كمان بياخد الحوار بهزار وبيضحك معاهم. وبعدها الأستاذة كارلا الأستاذة الجديدة بتدخل تتعرف عليه، وبتبدأ تعرفه بنفسها، وبتقول له إنها خريجة كلية العلوم وبتدرس في المدرج اللي قدام شيرمان. وأول ما بيشوفها بيبان إنه معجب بيها، وهي كمان بتقول له إنها معجبة بشغله من زمان، وإنه مثلها الأعلى، وكانت نفسها تقابله من زمان. وبعد كده شيرمان بيروح يقابل عيلته وبيتعشى معاهم، وبيكونوا هم كمان تخان زيه. وبنلاحظ إن الموضوع ده وراثي عندهم في العيلة. وشيرمان بيلاحظ إن مشكلة عيلته أكبر بكتير، لأن أبوه تخين جدا، وبيكون مبسوط بنفسه هو كده، وبياكل أكل مش صحي كتير. ولما بيلاحظ إن شيرمان بيقلل من كمية أكله، اتعصب عليه وقال له أنت عايز تخس ولا إيه؟ وبيبدأ يكتر له في كميات الأكل المحطوطة قدامه. وبيقوم شيرمان علشان ينظف نفسه، فبتروح له أمه وبتتكلم معاه بعد ما حست إن كلام أبوه ضايقه، وقالت له إنه جميل وما يهتمش بكلام أبوه. وده بيشجعه أكتر، وبيقرر إنه يعزم الأستاذة كارلا إنها تخرج معاه. وفعلا بيروح لها عند بيتها وبيتفق معاها إنهم هيخرجوا يوم الجمعة، وكارلا بتوافق. وبيروح شيرمان بيته وبيكون مبسوط جدا، وبيقعد يرقص لأنه هيخرج مع واحدة هو معجب بيها. وبالليل بتروح عليه نومه وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون، وبيحلم إنه قدر يقرب من كارلا، بس بيفطسها بوزنه الكبير وبتدفن في الرملة. وبعدها بيصحى شيرمان مفزوع على صوت التلفزيون وهو جايب برنامج رياضيين، وواحد منهم بيشجعهم وبيقول لهم أيوة أنا أقدر. وبيبدأ شيرمان يكرر كلامه وراه وبيقول أيوة أنا أقدر، وبيشجعه إنه يخسر وزنه. وبيتفق مع نفسه إنه هيتصرف وهيعمل أي حاجة علشان يخس. وبعد كده بنشوف شيرمان وهو في الجيم وبيحاول يلعب رياضة، وكمان بيجرب طريقة العلاج بالإبر، لكن بيكون باين عليه إنه لسه قدامه وقت طويل علشان يوصل للوزن المثالي. وللأسف مش بيلحق يخس قبل يوم الجمعة بتاع الخروجة. وبيجي يوم الجمعة وبياخد شيرمان كارلا المكان اللي اتفقوا عليه، وبيقضوا وقت طويل مع بعض، لحد ما بيدخل المهرج وبيقف على المسرح وبيقعد يعمل فقرة تريقة على كل الموجودين في المكان. وبدأ يتريق على واحد لونه أبيض وواحدة تانية شعرها مجعد، والناس بتقعد تضحك على اللي بيقولوا ومش بيتضايقوا، لحد ما بيشوف شيرمان وبيستلموا تريقة، وكل اللي في المكان بيبدأوا يضحكوا عليه. ولكن بيزعل شيرمان جدا وبيتحرج وعينه بتدمع لأنه اتحرج قدام البنت اللي بيحبها. وبعد الخروجة شيرمان بيوصل كارلا البيت، وهناك بتحاول تهون عليه وبتقول له إنه راجل عبقري وعنده مميزات كتيرة قوي. وبيشكرها شيرمان وبيحس إنها بتحاول تقول له كلمتين بس علشان تجبر خاطره. ولما بيرجع بيته بيكتئب وبيفضل ياكل في الأكل المضر بتاع كل مرة، وفي الآخر بينام وبيحلم بكوابيس زي إنه جاله سكتة قلبية. ووقت ما الدكاترة بيحاولوا يعالجوه بيفضل حجمه يكبر لحد ما بيبقى عملاق جدا، وبيطلع في الشارع وكل الناس بتخاف منه وبيجروا منه، وكمان الغازات اللي بتطلع منه بتدمر المدينة كلها. وبعدها شيرمان الحمد لله بيفوق من الحلم بتاعه ده،
وبيحس انه كده كفاية ولازم يعمل حاجة، وبيحس ان التمارين والاكل الصحي مش كفاية وان هيجي عليه فترة وهيستسلم، وبيقرر يروح المعمل ويجرب المحلول اللي اخترعه على نفسه. وفي نص الليل بيروح المعمل وبيحضر المحلول وبيحقن نفسه بيه. وفي الأول التجربة بتفشل والكمبيوتر بيهنج وضربات قلبه بتزيد وبيفقد الوعي، لكن ظهر على الكمبيوتر إن كده العملية نجحت. وتاني يوم شيرمان بيفوق وبيتخض لما بيشوف نفسه في المراية، لأنه بيكون رشيق جدا وبيتعجب جدا من مظهره الجديد، وبيكون فرحان وعمال يرقص، وبيطلع يجري على الشارع عشان عايز كل الناس تشوفه بعد ما اتغير وخس وهدومه صغرت عليه. وأول مكان راحه هو محل الهدوم علشان يجيب هدوم تليق على حجم جسمه الجديد، وبيكون فرحان بنفسه وهو واقف قدام المراية وبيقيس الهدوم الجديدة. وتاني يوم بيروح المعمل يشتغل وبيلاقي كارلا جاية تدور عليه، ومش بتعرف إن هو ده شيرمان اللي بتسأل عليها أصلا بسبب التغيير اللي حصل. شيرمان كمان ما بيبقاش عايزها تعرف إنه هو، فبيخترع اسم جديد وبيقول لها إن اسمي بادي، وقال لها إنه المساعد في المعمل، وبيعاكسها وبيقول لها ما تيجي نخرج، وبيقترح عليها نفس المكان اللي راحته مع شيرمان. ولكن كارلا بتكون رافضة في الأول، بس لما لقيت الولد حلو وبيزن عليها قالت توافق. وفجأة بيكتشف شيرمان إن صوابعه ابتدت تورم، وده معناه إنه هيرجع يتحول لحالته القديمة، وبيطلب منها إنها تخرج علشان ما تشوفش المنظر ده. وبعد كده بتبدأ كارلا تحكي لشيرمان عن الولد اللي طلب يخرج معاها، فشيرمان بيشجعها إنها تخرج معاه، وقال لها إن بادي ده شخص كويس جدا ولطيف، وقال لها إنه لو كان بنت ما كانش سابه وكان ارتبط بيه. وفجأة بنشوف بادي وهو راكب عربية سبورت، وبيكون مبسوط لأنه زمان ما كانش يقدر يركب عربية زي دي بسبب حجمه. وبياخد كارلا وبيدخلوا المكان، وكالعادة المهرج اللي بيتريق على الموجودين بيطلع على المسرح وبيبدأ يتريق على الناس، لكن المرة دي بادي بيرد عليه وبيفضل يهين فيه زي ما أهانه قبل كده. وفي آخر اليوم الاتنين بيدخلوا في مواجهة على مين قليل الذوق أكتر وهيهين التاني أكتر ويضحك الجمهور. ولحسن الحظ بادي هو اللي بيفوز، وبيتعصب عليه المهرج وبيكون عايز يضرب بادي علشان سرق منه الفقرة بتاعته، لكن بادي بيمسكه وبيخبط دماغه في البيانو وبيرميه ورا الكواليس. وهنا بيحس انه اخيرا خد حقه من التريقة اللي اتريقها عليه قبل كده، والجمهور بيكون فرحان ببادي اللي بيرجع لكارلا وبيقعد معاها. لكن فجأة شفايفه بتكبر، فبيعتذر من كارلا وبيقول لها انه عنده حساسية وبيطلع يجري بره المكان. وفي نفس الوقت جايسون المساعد بتاع شيرمان بيكون في نفس المكان، وبيشوف الجرسون وهو ماسك الكارت بتاع شيرمان، والجرسون بيقول له ان الكارت ده بتاع واحد اسمه بادي جايسون. بيفتكر انه سرق كارت البروفيسير، فبيطلع يجري وراه وبيركب العربية. وهناك جايسون بيتصدم لما بيلاقي شيرمان بيتحول وشفايفه بتكون ورمة جدا، ولما شيرمان بيتحول تماما بيتحشر في العربية. وبيترجم جيسون اللي فيها وبيفهم انه اخد من الدواء. وبعد فترة شيرمان بيتصل بناس علشان يجوا يفكوا العربية ويخرجوه منها. وتاني يوم شيرمان بيتأخر على ميعاد المحاضرة بسبب اللي حصل اليوم اللي فات، والطلبة بيكونوا مشيوا بعد لما جم وملقوش البروفيسور موجود. بس شيرمان بيلاقي العميد داخل عليه ومتعصب بسبب فلوس العربية السبورت اللي بادي اشتراها بفلوس حساب شيرمان اللي في الكلية. والعميد بيعدي الموقف ده بس بيحذره انه هيخنقه لو عمل حاجة تانية غلط، وبيطلب منه يجهز له ميعاد مع المتبرع بتاع الجامعة اللي اسمه هارتلي. وبيطلب من شيرمان انه يقول له يمول مشروع خسارة الوزن اللي شغال عليه. وبعد شوية شيرمان بيقابل كارلا وبيسألها عن اللي حصل في خروجة بادي، وبتقول له كارلا إنها محتارة إذا كانت معجبة بيه ولا لأ بسبب تصرفاته الغريبة اللي بيعملها فجأة. وشيرمان بيغير الموضوع وبيطلب منها إنهم يخرجوا سوا تاني، والمرة دي بيكون عازمها على العشاء عند عيلته. والعيلة بتسألها أسئلة محرجة جدا بخصوص علاقتهم، وكارلا الظاهر كده إنها مش مرتاحة. وفجأة أبو شيرمان بيعمل غازات قدامها. وبعد العشاء بيوصل شيرمان كارلا اللي بتقوله إنها عايزة تعرف أكتر عن بادي، وبتكون مستنياه يتصل بيها. وشيرمان وقتها بيغير وبيتضايق وبيحس إن عمرها ما هتحبه، وإنه مش هيقدر يكون معاها غير بشخصية بادي. وبيتحول شيرمان تاني لبادي، وجايسون ما بيبقاش مبسوط بالتحول اللي بيحصل ده، لأن كل مرة شيرمان بيتحول لبادي مستوى التستيرون عنده بيعلى، وده بيخليه يكون قليل الذوق. وقال له لو الوضع ده استمر بادي هو اللي هيسيطر وهيفضل كده على طول. وحاول جايسون إنه يمنعه، لكن بادي بيضحك عليه وبيخرج وبيسيبه.
وتاني يوم بيخرج بادي مع كارلا وبيروحوا فندق، وبيلاقوا هارتان المتبرع قاعد مستنيهم يقدموا له مشروع خسارة الوزن اللي شغالين عليه. وعلشان ينقذوا مستقبل الجامعة، كارلا بتطلب منه ينقذ ما يمكن إنقاذه وياخد مكان شيرمان ويشرح المشروع للمتبرع. وبادي فعلا بينفذ اللي قالوا عليه، وبيبدأ يشرح المشروع وبيستخدم البنات اللي في المكان علشان يشرح الفكرة، وفي نفس الوقت بيعاكس البنات دول وبينسب المشروع كله لنفسه، واللي في الأساس بيكون مشروع شيرمان. وده بيخلي كارلا تتضايق منه، لكن بادي بسبب قلة ذوقه ما بيبقاش مهتم برأيها فيه، وكل اللي بيكون عايزه إنه يكون مع البنات دول. وبتتضايق كارلا وبتمشي وبتسيبه بعد ما قعد يغيظها بالبنات التانية. وهنا العميد بينبهر ببادي وبيديله المنصب بتاع شيرمان، وبيطلب منه انه يحضر الوصفة الأخيرة لهارتلي في حفلة التبرع اللي هتكون بكرة. وفي آخر اليوم بادي بيروح يحتفل مع ستات كتير. وتاني يوم الصبح شيرمان بيصحى الصبح وما بيبقاش عارف مين البنات اللي نايمين جنبه دول، وبيكتشف ان وجود بادي بيأثر بالسلب على ذاكرة شيرمان، وبيخليه ما بيكونش فاكر اي حاجة من اللي بتحصل ليه وهو بشخصية بادي، وكأن عنده انفصام في الشخصية. وبعد كده بتروح كارلا لشيرمان وبتلاقي عنده ستات، وبتتعصب وبتحس انه زيه زي بادي بتاع بنات. وبعدها شيرمان بيروح لمكتب العميد اللي بيعرف انه عين بادي مكانه، وما بيكونش عارف هو المفروض يتصرف ازاي. ولما بيرجع البيت بيشغل الفيديو بالغلط، وبيلاقي ان بادي سايب له رسالة وبيقول له ان حياته مملة جدا، وبيشجعه ياخد المحلول ويشربه ويغير نفسه للأبد. ولما بيسمع شيرمان الرسالة دي بيتغاظ وبيروح يرمي كل المحلول علشان ما يضعفش، وبيرجع المعمل مع جيسون علشان يتخلصوا من كل المحلول الموجود. ولما شيرمان بيشرب بق بيكتشف انه عبارة عن محلول تخسيس، وبادي هو اللي ملاه، وبيعرف ان بادي هو اللي ملاه علشان شيرمان يرجع له من تاني. وبيتحول شيرمان لبادي وبيروح يحضر حفلة الخريجين. ولما بيمشي جيسون بيكتشف ان الكمبيوتر بيحذر من التستيرون بتاع بادي لانه وصل لمرحلة عالية جدا، وانه لو خد من المحلول تاني هيبقى بادي للأبد، وشيرمان كده هيختفي. وبنروح للحفلة وبنشوف بادي وهو بيشرح المحلول لكل الموجودين وجسمه المتغير. وهنا بيقرر انه يشرب المحلول لآخر مرة علشان شيرمان ما يرجعش من تاني. ولكن هنا جيسون بيتدخل ودراع بادي بيبدأ ينتفخ وبيخنق نفسه، وبيطلع ان الدراع ده بتاع شيرمان، وبيتخانق معاه علشان يرجع له جسمه. وفي الاخر بادي ما بيلحقش ياخد المحلول وبيرجع لشيرمان تاني، وكل الموجودين من ضمنهم كارلا بيكونوا مصدومين ومش مصدقين. وساعتها شيرمان بيشرح التجربة وبيقول ان غرضها الاول انها تساعد الناس، لكن بعد كده اتحولت لحاجة سيئة، واعترف بحقيقة انه لازم يقبل نفسه زي ما هو ويبدأ يهتم بنفسه وصحته علشان يبقى احسن. وبيكون فاكر انه خيب ظن الناس كلها فيه وبيمشي من الحفلة، بس كارلا بتجري وراه وبتطلب منه انه يرقص معاها، وبتثبت له انها معجبة بيه علشان شكله مش عشان حاجة تانية. وفي النهاية بنشوفهم وهم بيرقصوا طول الليل، والمتبرع بيقرر يتبرع لشيرمان وبيقول له انه اتأثر بكلامه، وبغض النظر ان مهمته فشلت الا انه معجب بذكائه. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين نقدمه المرة الجاية.